بنتك، اوعي تربي بنتك انها تبقى زيك ست ب100 راجل. طالما الرجاله موجودين يبقى هما اللي يتصرفوا. ما تضيعيش عمرها اللي جاي بانك تعلميها تعيش دور مش بتاعها لاي سبب من الاسباب. ما تعوديهاش تقف مع سباك ونجار وبتاع الدليفري والمكواجي، لان ده مش دورها. ما تعوديهاش تطحن او تطحن في مشاوير مش بتاعتها، ومش لازم تشوفك وانت بتركبي انبوبة مثلا، دي مش شطارة. ما تخليهاش تفتح الباب لو في راجل في البيت، وما تحطش ايدها في شنطتها تدفع لو في راجل معاها. ما توقفهاش في طابور الستات لانه فاضي، باباها او اخوها يقفوا لو موجودين. خلي باباها يروح معاها المشاوير، واقعدي انت في البيت عشان تعرف ان مش كل حاجة الست بتعملها، وان في وقت الست بتقعد هانم في البيت. مش لازم تشوفك وانت شايلة 100 شنطة وجاية على نفسك، مش علشان اتكتب عليكي ده لظروف معينة هي تشوفه قدامها. عوديها تتحمل المسؤولية، بس مش ما تشيلهاش لوحدها. عوديها ان الحياة مشاركة، ولو مش متواجدة ما تقبلش بيها اصلا. ما تعلميهاش انها تكون مستقلة، دي مش ميزة نهائي. المشاركة حلوة. ما تقوللهاش الناس وكلام الناس، قولي لها راعي ربنا في تصرفاتك واعملي اللي يريحك بغض النظر عن كلام الناس. ما تخليهاش تشيل فوق طاقتها وتبقى البنت او السيدة الخارقة، دي مش حاجة حلوة. وعلى فكرة ده عمر وانوثة ومشاعر بتدفن. خلينا افكرك دايما انت تقدري.